السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم بكل خير. إحساسك أنك مطلوب أمني ترى إحساس مخيف ومرعب جدا، لأن الدولة تبحث عنك، وأنا عشت هذا الإحساس. القصة كالتالي: عندنا استراحة نجتمع فيها ونلعب فيها طائرة. رحنا ذات مرة، قابلنا الحارس عند الباب، قال فيه واحد طايح هنا في الاستراحة اللي جنبنا. قال الحارس الثاني مصري واللي يواجهنا هندي، قال لي والله في واحد طايح هنا، وأبدو خوف وقلق. قلنا طيب شلون عرفتم في واحد طايح؟ شفتوه؟ قال واحد منهم والله انا تني شفته ما انا متاكد. قال الثاني كل الاستراحات اللي هنا يتكلمون عنه. حسيت انه الموضوع غير واضح والمعلومه غير مؤكده، فكملنا سهرتنا وانبسطنا وذهبنا الى بيوتنا راشدين. بعد 4 ايام تقريبا ذهبنا للاستراحه مره اخرى، واذا بالحارس وهو يفتح البوابه ويقول ترى الرجال اللي اخبرتكم عنه ما زال طايح. والى تلك اللحظه لم نصدق تلك المعلومه، لأنه مو معقول الرجال طايح له 4 أيام 5 أيام ما حد شاله أو أنقذه، وين في داخل مدينة الرياض. صرنا نتحدث عن هذا الموضوع وأخذ يعني حيزا من اهتمامنا، وصار الحراس يسيرون لنا بعض الإشاعات التي تحوم حوله. ثم أكملنا سهرتنا. لا أخفيكم أني شعرت بالقلق والذنب تجاه هذا الرجل اللي طايح ما اللي قاعد يشيله، لكن امتنعت عن التدخل لتحذيرات الأخوة فيما لو كانت قضية جنائية. كملنا سهرتنا ثم ذهبنا إلى بيوتنا راشدين أيضا، وبعد 4 أيام أخرى أتينا للاستراحة مرة أخرى. استقبلنا الحارس لكن بنبرة أشد وأقوى. قال الرجال طايح للحين يا أوادم. حينها عزمت على الذهاب إلى الرجل والوقوف على الحدث بنفسي، لكن أمام رفض الزملاء القاطع امتنعت عن ذلك. ومما زاد مخاوفي ومنعني من التدخل أنهم قالوا أنه في ناس مسؤولين في الدولة قالوا أنهم عندهم خبر عن سالفة الرجال هذا ولم يتدخلوا خوفا. مضينا ليلتنا وأنا والله كنت أفكر في الرجال ومكدر عليه موضوع، يعني مو معقول الرجال طايح له 8 أيام وأكثر ما حد شاله ولا درع. بعد ذهبنا إلى بيوتنا نمت تلك الليلة وأنا أفكر في الرجل، ومن الغد قررت قرار غير رجعت فيه إني بتدخل في الموضوع، ولئلا يؤثر علي أحد ويثنيني عن المضي في هذا الموضوع لم أخبر إلا شخص واحد. ثم ذهبت حيث أخبروني أن الرجل ملقى. ذهبت للمكان اللي قالوا فيه الرجال طايح. المكان عبارة عن استراحة تحت الإنشاء مفتوحة الأبواب. لما اقتربت منها زاد خوفي وقلقي وما أدري شو بواجهني، يعني رجال طايح له 8 أيام، شكون منظره، كيف بيكون شكله. الأمر الآخر يعني فيما لو كانت القضية جنائية، هل المكان مراقب؟ هل الرجل عبارة عن كمين للإيقاع بالجاني؟ كثرة الرسائل اللي تطالب مواصلة القصة. معذرة منكم، مر قهوة ومر اتصالات تجيني وصلاة مغرب، لكن بواصل الحين. وصلت للمكان المذكور، استراحة مهجورة داخلها سيارة، خلف السيارة شيء ملقى مثل بطانية أو آدمي أو أثاث. لبكت السيارة ونزلت، اتجهت لهذا الشيء الملقى في الأرض من خلف السيارة وأنا أسارق النظر أبغى أعرف وش اللي طايح في الأرض. اقتربت ورأيت منظر مهول. رأيت إنسان ملقى على الأرض عاري من الثياب وتعلوه الديدان والرائحة التي تعم المكان، وكأني أشم رائحة جريمة. صراحة تألمت وتأثرت من واقع هذا الإنسان والحدث الذي ألم به، وتألمت كذلك أني دريت عنه قبل 8 أيام وما سويت شيء. بقيت الآن في ورطة الإبلاغ عنه، لأن هذا هو الهدف الذي من أجله أتيت إليه، ولأنه في أحيان كثيرة يكون المبلغ هو أول خيوط الجريمة. كان كل الذي يدور في ذهني كيف أقدم مساعدة لهذا الرجل دون أن أتورط وأتعرض للمساعدة. اتضح لي لاحقا أن المبلغ على الأغلب لا ينال شيء من الأذى. فكرت ثم فكرت ثم فكرت. أروح أبلغ بنفسي مستحيل، أكلم من جوالي مستحيل، أكلم من بيتي ما في أمل. دلني اجتهادي إلى فكرة ما، طبعا بعضكم منه يؤيدني عليها، لكن هذا اللي وجدته الحل الأمثل. ذهبت إلى تلفون في محل تجاري موضوع للزباين، وقلت إن شاء الله راعي المحل لن يتضرر. واحد من الزباين اتصل وراح فيما لو تتبعته الدولة. كلمت على الشرطة قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت عارف المكان الفلاني؟ قال لي. قلت في الحي الفلاني؟ قال لي. قلت هذا المعلم الفلاني؟ قال لي. قلت في واحد ميت هناك روحوا لمه، السلام عليكم. قال لا لحظة بس وضح لي المكان اللي. قلت علينا يا ابو الشباب، السلام عليكم. حطيت السماعة ومشيت. طبعا أنا سويت هذا التصرف وأنا حاط في بالي
أن الدولة بإذن الله تعالى بقدراتها وإمكانيات كوادرها لن يعجزها الحصول والعثور عليه. طبعا الشرطة بشكل سريع تم توجيه الفرق إلى الموقع، تفتيش في المناطق ذي كلها، طقوا على استراحتنا عدة مرات، راحوا للمحل يبحثوا عنه، جو للمحل العمال في المحل وطولوا معهم في الأسئلة من اللي جاء وش شكله وش سيارته وعمموا عني. طبعا رحت لهم بعدين واعتذرت منهم. طبعا رحت للمحل بعد ما انتهت القضية ورحت في مسؤول سوداني هناك، قلت تعرفني؟ قال لا. قلت أنا اللي بلغت من عندكم. قال يا زول والله وردتنا حرام عليك. المهم استسمحت منهم واعتذرت وطيبت خواطرهم وانصرفت راشدا. نرجع سلفتنا. اتضح أن هذا الرجل في 70 من عمره، وأنه مات مقتولا بآلة حادة، وكان عاري وقت قتله. كونه مات مقتول هذا مما زاد إصرارهم في العثور علي والتعميم عني. وأنا علمت عن هذه الأمور وتفاصيلها بعد ما انتهت القضية، لأنه اقترب وقت إقامة صلاة العشاء. بأوجز بقية القصة. وجدوا القاتل قريب له للرجل. حينما علمت أنهم قبضوا على الجاني سعدت سعادة غامرة، هم وعبء ثقيل على صدري الزاح، لأني كنت أخشى في أي لحظة يتم القبض علي. وطبعا حينما عثروا على الجاني كفوا البحث عني، ما لهم سنع بي، إلا عاد كانوا يبحثون عني وبيكافئوني شيء ثاني. وكنا نتساءل كيف رجال 8 أيام طايح ما حد سأل عنه وعياله ما بحثوا عنه. اتضح أنه بعد أنه كان مسجون كان يسجن ويطلع أموره ما هي بجيدة. الشايب الله يرحمه ويغفر له. من الطريف أنه بعد فترة طويلة رأيت سيارة وضعها مريب قريبة من استراحتنا. كلمت على الشرطة وجو، عاد أسولف أنا مع العسكري رئيس الفرقة، عاد يقول العسكري تصدق هذه الاستراحة قد لقينا فيها واحد مقتول، واحد بلغ عنه. قلت من اللي بلغ عنه؟ قال والله واحد عند محل وقف وأعطاني التفاصيل. عاد قلت للعسكري تدري من اللي بلغ؟ قال من هو؟ قلت أنا. والله استغرب تهول، ما توقعت انه يتفاجأ المفاجأة.